الكشري المصري وجماله، هقولك تكات فيه عشان يطلع منك حلو. تمام. طعمه والحمد لله بفضل الله كل اللي ياكله من ايدي يعجب بالكشري جدا ويحبه جدا بفضل الله. هقولك برضو في تكات فيه. هنجيب الزيت اللي هنعمل به الاكله كلها، وهنحط بصل، كميه بصل محترمه، قطعيه زي ما انت عايزاها، اجنحه مكعبات صغيره زي ما انت عايزه براحتك. طبعا الزيت ده لازم أن يكون حلو علشان يقضي الاكله كلها. طبعا الزيت في البصله بيبقى كتير فهيتحمر ويبقى لونه جميل جدا. جبت الحمص طبعا بتنقعيه شويه، وبعد ما تنقعيه بتكب الميه وتغسليه، وبعد كده بتغليه على النار. طبعا بياخد وقت. في تكه هنا هقولها لكم في الاخر، خليكم معايا نذكر ربنا كده. طبعا غسلنا العدس بجبة، ده نوعين عدس يا جماعة من عند عطارين مختلفين، مش عارفة شكلهم ليه كده. المهم هنحط المية وهنغليه. هنجيب حلة تانية خالص، بعد ما حطينا الحاجتين دولت على النار هنعمل الرز. هجيب شعرية وحبة زيت وهتحمري الشعرية. هرجع بس للبصل اوريكم لونه بقى عامل ازاي. وبعد كده هجيب حلة تالتة واحط فيها الملح. تمام. واقوم حاطه فيها من الزيت اللي انا حمرته بيه. بدها طعم جميل قوي، تكه حلوه قوي، بيخلي المكرونه طعمها حلو. انا جبت انواع 3 انواع مكرونه او 4 مش فاكره، وحطيتهم كده. بعد ما الميه غلت حطيت المكرونه وقلبتها، شوفي جميله جدا. في حله تانية هتجيبي الطماطم وتعصريها وتحط عليها التوابل، كزبره وكمون. تمام. وشويه شطه. هي دي البهارات اللي الناس كلها بتحطها. انا بحب احط شويه فلفل، احب تحطيهم ما تحطهمش براحتك خالص. حطيت معاهم كمان شويه البصل محمرين. دي يا جماعه دي من عندي، محدش بيعمل الحركه دي. وحط كمان الملح، انا بحب احط شويه البصل دول. تمام. زي ما انا قلت لك دي تكه من عندي، عايزه تعمليها مش عايزه تعمليها خلاص. في تكه تانية، بعد ما المكرونه اتسلقت وصفطيها حط عليها الزيت اللي احنا محمرين فيه في اول الفيديو البصل. ليه؟ علشان ما يتكتلش في بعضه وما يتجمعش في بعضه. خلاص بتبقى المكرونه كل واحده بحبايتها كده حلوه جدا. هنجيب الطاسه كده وهنعمل الشطه اللي بتبقى حراقه عند بتاع الكشري دي. هنجيب شويه زيت من بتوع البصل. تمام. وهنحط عليهم شطه، خلي بالك الريحه بتبقى صعبه جدا. تمام. بعد ما الزيت يسخن كده شويه هنقوم حاطين الشطه، وبعد كده هنحط عليها الطماطم. هنسيبها تغلى بقى مع بعضها كده، لازم تغلي. وبعد كده هنحط عليها خل، 3 4 معالق خل كده. تمام. ونسيبها برضو تغلى. ده خل يا جماعة بقصب السكر بيبقى حلو قوي وبيبقى مركز وجميل. في خل طبعا بيبقى طعمه مش قوي، الحموضة بتاعته مش عالية، لا زودي الخل كمان. ونحط برضو الملح والكزبرة الناشفة والكمون. بقلب فيهم كده عشان الخل كل المكونات يندمجوا مع بعض، واسيبهم يغلوا حبة حلوين كده. لما تحس ان هي بقت تقلت شوية هنطفي النار عليها. كده بقت جميلة جدا. كده خلاص دي الشطة خلاص عملناها. هنبدأ بقى نعمل حاجة تانية خالص. هنجيب الطاسة وهنعمل بقى الدقة. هتكوني مقطعة توم او هرساه في المهرسة. تمام. وهتكوني محضرة برضو خل وحبة مية. كل ده هنحطه مع بعض. الاكله دي كلها عباره عن يا جماعه التوابل بتاعتها عباره عن كزبره ناشفه وكمون والملح والشطه. هنعمل بقى الرز بتاع الكشري، عمره ما هيفشل منك طول ما انت هتسمعي التكات والحركات دي. لازم انت تحمري الشعريه قوي، ما تحمرهاش خفيف. عارفه لو حمرتها خفيفه تبقى لون الرز ولونها هيبهت ومش هيبان ان انت حاطه شعريه. فلازم انت تحمري الشعريه بالمنظر ده. تمام. وبعد ما تتحمر هتقلبيها في الرز تقليبه حلوه. لما تحسي خلاص ان الرز بيعملوا تش كده، عارفه الصوت ده؟ ايوه.
تكوني غالية مية سخنة جدا وتقومي حطاها على الرز، وتظبطي الملح بتاعك. كيلو رز بياخد معلقة ملح، وتقلبيهم وتسيبيهم بقى لما يغلوا خالص وينشفوا على النار. بعد كده توطي النار، هتبقى رزة جميلة جدا. كده عملنا كل حاجة وخلصناها على النار. هتبدأي تحطها في مطابق، تمام، علشان بعد كده تكوني كل المكونات. كنت عايزه اقول لكم التكه اللي انا قلتها لكم هقولها لكم في الاخر على الحمص. الحمص يا جماعه بعد ما استوى وحطيته في طبق نشف، ما ينفعش. الحمص لازم تخليه في ميه وتحطيه وتطلعي من الميه وتحطي على الاكل وانت بتاكلي. دمتك هتقعدي فتره او هتقعدي شويه، فلازما الحمص لا تسيبيه في الميه بتاعته عشان هينشف صدقيني، ولا اكنك سوتيه على نار. فالاحسن زي ما انا قلت لك كده. طبعا التشكيل بتاعك زي ما انت عايزه تحط ايه في الاول، عايزه تحط ايه في الاخر، دي بمزاجك انت وبراحتك انت. بس انا حسيت ان دي احسن طريقه ليه. نحط الرز وبعد كده العدس بجبه، وبعد كده المكرونات بانواعها، وبعد كده الحمص تحطيه في الجناب كده. حاسه ان كده احلى. وانت براحتك بقى حطيه باي طريقه انت عايزاها، اللي انت عاوزاه. بجد الطعم حلو قوي بكل التكات اللي انا قلتها. حلو جدا. وكل المصريين بيحبوا الكشري، وغير المصريين كمان برضو بيحبوا الكشري. شوف البصلة جميلة ازاي ولونها حلو جدا ازاي. حط بقى زي ما انت عاوزة الصلصة عليه، زي ما انت عايزة. بتقدميه، بتحط جنبه الثلاث اطباق اللي هي صلصة الطماطم، الشطة، الدقة. للي يحب يزود، اللي يحب يحط براحته ويقلب بقى وياكل. بجد الطعم تحفة. كل التكات اللي انا قلت عليها تعملوها هتبقى روعة، والاكل هيبقى جميل جدا. وشكرا لكم لمشاهدة الفيديو ومتابعة الفيديو من اوله لاخره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.